انا كاهلاوي مش عايز جوميز في الاهلي. جماعه ده تسجيل اعتراض. انا اول مره في حياتي اعمل فيديو الفجر. بس انا بصراحه من وقت الكابتن ابراهيم فايق ما طلع في القهوه بتاعته وحط جوميز على الشاحن للاهلي 90% بنسبه 90%، وانا مش جاي لي نوم. انا كاهلاوي مش عايز جوميز في الاهلي. انا كاهلاوي شايف ان جوميز مش مدرب المرحله في الاهلي. انا كاهلاوي شايف ان اللعيبه اللي موجوده محتاجه المدربين الوطنيين، محتاجه الكابتن محمد شوقي مع الكابتن عماد النحاس على الدكه، محتاجه مدربين محليين. المدربين الاجانب ما بيعرفوش حاجه في الكوره وما بيضيفوش حاجه للعيبه وما بيضيفوش حاجه للانديه، وبيجوا يضحكوا علينا وياخدوا فلوسنا بالعمله الصعبه. المدرب الاجنبي غير مفيد الفتره الحاليه بشكل عام للنادي الاهلي، وبالتحديد جوميز ما عملش حاجه فنيه ملفته مع نادي الزمالك من يوم ما جه نادي الزمالك، غير ان هو كان بيلاعب الاهلي كويس. هو ما كانش بيلاعب الاهلي كويس، هو كولر اللي كان سيء. يعني ما كانش جوميز هو اللي بيتفوق على كولر في مباريات الاهلي، ده كولر هو اللي كان بيكون سيء. اللهم بلغت اللهم فاشهد. انا واحد من الناس ما جاليش نوم لما عرفت الخبر. انا ما اتمناش وجود جوميز مدرب للنادي الاهلي. اتمنى ان ال10% اللي عند الكابتن ابراهيم فايق تعطل الصفقه باي شكل. انا واحد من عشاق المدرب الوطني، واتمنى ان الكابتن عماد النحاس يكمل وياخد فرصته. هو مش المدرب الواو، بس اقسم بالله مع سكواد قوي هيقدر يثبت ان هو مدرب كبير ومدرب عالي وعنده طريقه وشكل للفرقه، وراجل بيحب الكره الهجوميه. اديكوا شفتوا من يوم ما كولر مشي جبنا كام جول. والمباريات اللي جايه صعبه صعبه جدا، وهتثبت فعلا اذا كان يقدر يكمل كاس العالم للانديه ولا لا، وانا متاكد ان هو قدها.